السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لقاء جديد على قناة بداية حياة. أزفت الآزفة خلاص يا جماعة، هو الموضوع جاب آخره خلاص. كل الناس اللي كانت بتطلع وبتكدبنا وبتدافع عن موقف مصر من موضوع فلسطين، خلاص الموضوع كله اتكشف، ده كلام موثوق منه من مصادر موثوق منها. أي نعم ما أعلنش بشكل رسمي عنها، بس هتسمعوا في الايام الجايه ان شاء الله، هتسمعوا الكلام دهوت، ان دلوقتي في مواجهه رسميه بين الجيش المصري وبين الجيش الاسرائيلي، واعلنتها اسرائيل على الملأ ان هي هتفتح عندها المعبر، ورايح فقط لا غير هيفتحوا المعبر للفلسطينيين، سواء بقى عايزين يعبروا، عايزين يتعالجوا، عايزين يموتوا، مصر تستقبلهم او تموتهم او تقتلهم. قالوا دي مش مشكلتنا، هنفتح المعبر رايح بس بدون رجوع، انتهت يعني، يحشروهم جنبينا خلاص كده وانتوا اخبطوا دماغكم في الحيطه، عيني عينك كده. والجيش المصري طبعا رد بان دي خطوه معناها ان كده تهجير واحنا ضد التهجير، ويبقى في رد فعل من الجيش المصري ان شاء الله في الفتره الجايه. وحصل مواجهات امبارح، وده الموضوع ده في السكرته، بس دي من مصادر موثوق منها الكلام ده اهو، وعلى مسؤوليتي. اللي كانوا بيدافعوا بيقولوا ان قصه ان احنا مالناش دعوه بفلسطين، كل واحد بيدافع عن نفسه، واحنا تعبنا من الحروب وتعبنا من المشاكل ومش عايزين ندخل حرب واحنا اقتصادنا بيه وعليه. لا يا حبيبي، قلت له كذا مره، دي مش مشكله سياسيه، دي مشكله دينيه وعقائديه عند الفلسطينيين وعند المسلمين وعند الطرف الثاني اللي هم الاسرائيليين الصهاينه، انهم عندهم عقيده من النهر من النيل للفرات. يعني مجرد قلنا فلسطين دي بوابه لعبور الاسرائيليين لباقي الدول العربيه، عندك الاردن، مصر، السعوديه، العراق، كل الدول العربيه دي، سوريا، ده كله هيتلم الفتره الجايه. الناس اللي ما تكذب وتقول ما حصلش، وهتسمعوا الاخبار ديت الايام الجايه ان شاء الله، وهتقولوا بكذب ولا ما بكذبش، ماشي؟ عشان ما تقولوا لا احنا مالناش دعوه، احنا في مأمن. لا احنا مش في مأمن، هم كل الفكره بس استخدموا الطرف الضعيف اللي هو فلسطين، ما عندهاش جيش قوي، ما عندهاش امكانيات عشان يوصلوا. وكده الجيش المصري ما قدموش غير 3 اختيارات، يا اما هيقتل الناس الفلسطينيين ديت، يا اما يمنعهم بالقتل، يا اما يدخلهم يهجرهم داخل الحدود المصريه ونسيب غزه فاضيه، يا اما الحياه الثالثه المواجهه مع الجيش الاسرائيلي. طبعا الخطه اللي اتعملت على مدار 13 سنه في مصر ان احنا نوصل للمرحله دي، وان هم يهلكوا الشعب المصري بمشاكل اقتصاديه وبمشاكل اسريه، ويلهوا الناس عشان خاطر ما فيش حد يطلع يعمل مظاهرات، ماشي؟ او معتقدين ان الناس هتضغط عليها نفسيا فتطلع تدمر في بلدها. احنا بنقول لكم، ولاول مره اقولها في تاريخي على مدار السنه ونص الفيديوهات بتاعتي، انا بقول تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر بدون السيسي، تحيا مصر وتحيا جيش مصر وتحيا الشعب المصري، واحنا كلنا في ظهر الجيش المصري. انا اولكم، انا ستي اعتبر قاعده، يعني انا ما بتحركش من مكاني، بس انا لو اتيت لي الفرصه انا امسك سلاح وابقى في المقدمه ان شاء الله، والناس اللي عايزه تجاهد، والكلام ده هيبقى على مرأى ومسمع من الجيش المصري نفسه، مش من الناس، مش من الناس المواطنين العاديين. يعني بقول لكم افتحوا باب الجهاد، بقول للجيش المصري افتح باب الجهاد، ماشي؟ واستبعدوا الحاكم ده اللي خلاص كده هتسمعوا الجزء الاول من مسلسل عميل في كرسي حكم مصر، ماشي؟ هتسمعوها عن قريب ان شاء الله، هتكشف الموضوع كله والحقيقه كلها باذن الله. نخلي الجيش مصر دلوقتي مش هيحصل حاجه، يعني الدنيا مش هتخرب ولا الدنيا هتقوم ولا تقعد، يعني لو استبعدوا السيسي ويجيبوا رئيس مدني بشكل مؤقت عشان نواجه المصيبه اللي مستنيانا، الحرب اللي مستنيانا دهياتي على اعتاب مصر خلاص. يعني النهارده يا بكره هتسمع الكلام دوتي، واحنا كلنا شعب مصر بالعكس، احنا بيجيب الضغط علينا بيجيب نتيجه عكسيه. احنا لا عمرنا هندمر في بلدنا، ولا هنطلع هنعمل ثورات، ولا هنطلع نخرب في بلدنا، بالعكس ده يدينا قوه ودفعه ايمانيه، والشباب كده اتحطم نفسيا واتحطم ماديا، ودام جت من الحرب غيرها عندنا. يا مرحبا، اهلا وسهلا بتحرير القدس، واهلا وسهلا بتحرير مصر، واهلا وسهلا بالدفاع عن مصر. زي ما قلت تحيا مصر، تحيا مصر بدون السيسي، وتحيا جيش مصر. الجيش المصري ما قدموش غير 3 اختيارات، يا اما هيقتل الناس الفلسطينيين ديت، يا اما يمنعهم بالقتل، يا اما يدخلهم يهجرهم داخل الحدود المصريه ونسيب غزه فاضيه، يا اما الحياه الثالثه المواجهه مع الجيش الاسرائيلي. طبعا الخطه اللي اتعملت على مدار 13 سنه في مصر ان احنا نوصل للمرحله دي، وان هم يهلكوا الشعب المصري بمشاكل اقتصاديه وبمشاكل اسريه، ويلهوا الناس عشان خاطر ما فيش حد يطلع يعمل مظاهرات، ماشي؟ او معتقدين ان الناس هتضغط عليها نفسيا فتطلع تدمر في بلدها. احنا بنقول لكم، ولاول مره اقولها في تاريخي على مدار السنه ونص الفيديوهات بتاعتي، انا بقول تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر بدون السيسي، تحيا مصر وتحيا جيش مصر وتحيا الشعب المصري، واحنا كلنا في ظهر الجيش المصري. انا اولكم، انا ستي اعتبر قاعده، يعني انا ما بتحركش من مكاني، بس انا لو اتيت لي الفرصه انا امسك سلاح وابقى في المقدمه ان شاء الله، والناس اللي عايزه تجاهد، والكلام ده هيبقى على مرأى ومسمع من الجيش المصري نفسه، مش من الناس، مش من الناس المواطنين العاديين. يعني بقول لكم افتحوا باب الجهاد، بقول للجيش المصري افتح باب الجهاد،
ماشي. واستبعدوا الحاكم ده اللي خلاص كده كده هتسمعوا الجزء الاول من مسلسل عميل في كرسي حكم مصر، ماشي. هتسمعوها عن قريب ان شاء الله، هتكشف الموضوع كله والحقيقه كلها باذن الله. يخلي جيش مصر دلوقتي مش هيحصل حاجه، يعني الدنيا مش هتخرب ولا الدنيا هتقوم ولا تقعد، يعني لو استبعدوا السيسي ويجيبوا رئيس مدني بشكل مؤقت عشان نواجه المصيبه اللي مستنيانا، الحرب اللي مستنيانا دهياتي على اعتاب مصر خلاص. يعني النهارده يا بكره هتسمع الكلام دوتي. واحنا كلنا شعب مصر بالعكس، احنا بيجيب الضغط علينا بيجيب نتيجه عكسيه. احنا لا عمرنا هندمر في بلدنا، ولا هنطلع هنعمل ثورات، ولا هنطلع نخرب في بلدنا. بالعكس ده يدينا قوه ودفعه ايمانيه، والشباب كده كده اتحطم نفسيا واتحطم ماديا. وها ايه، ودام جت من الحرب غيرها عندنا، يا مرحبا، اهلا وسهلا بتحرير القدس، واهلا وسهلا بتحرير مصر، واهلا وسهلا بالدفاع عن مصر. زي ما قلت، تحيا مصر، تحيا مصر بدون السيسي، وتحيا جيش مصر.